صباح الخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أسهل وصفة، وصفة حلو سهلة وسريعة جدا ومش هتاخد في إيدك 10 دقايق، وكمان اقتصادية جدا. يعني لو موجودة عندك نص لفة جلاش في الفريزر، يلا بينا نعمل الحلو السهل والسريع ده. لو بتشوفوني لأول مرة حبايب قلبي، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو انتم متابعيني ما تنسوش الكومنت بتاعكم القمر. ونبدأ وصفتنا يلا، بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام زي ما تعودنا. كل اللي هنحتاجه في وصفتنا النهارده هما 3 معالق من السمنة، نص لفة من الجلاش، والطاسة بتاعتنا الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. هنحط دهن السمنة كده تحت في الطاسة، وبعد كده هنجيب نص اللفة بتاعة الجلاش بتاعتنا. هنحط طبقة جلاش وبعد كده الدهنة، وهنحط ورقة تانية وبعد كده دهنة سمنة زي ما انتوا شايفين. طبعا على حسب الطبقات اللي انتوا حابينها وعلى حسب كمية الجلاش الموجودة عندك. أنا حطيت طبقات كده، حطيت زي حوالي 4 طبقات من تحت جلاش، وطبعًا ما بين كل واحدة والتانية دهنة من السمنة. وأنا النهارده هاحشيها جوزة الهند وحبة سكر. طبعًا لو عندِك زبيب، عندِك سوداني، الكلام ده كله ممكن تحطيه. عايزة تعملي حبة كاستر وتحطيها تبقى حشوة برضه، تبقى لذيذة جدًا. ما عندكيش كاستر ممكن مهلبية، وبرضه هتبقى سهلة جدًا وجميلة. بس أنا النهارده كنت عايزة أعملها يعني سريعة كده، سهلة وسريعة كده. حاجة ما تاخدش معايا مني وقت إن أنا أحضّر مهلبية وكاستر، لأ. أنا عايزة أعملها كده حاجة بسرعة. حطيت الحشوة بتاعتي وبعد كده قُمت مقفّلة طبقات الجلاش زي ما أنتم شايفين، وطبعًا بارُش دهنة كده من السمنة علشان تطلع معايا مورقة وحلوة. وسِبت طبقة من الجلاش أو ورقتين من الجلاش أحطهم فوق على الوش عشان يبقى شكلها متناسق وحلو. تنيت الورقة على 2 وبعد كده الزوايد اللي بتاعة ورقة الجلاش قُمت حاطاها كده تحت الفطيرة بتاعتنا علشان يبقى شكلها حلو، كإنِّك بتساوي السرير بالضبط وبتدخّلي الملاية تحت المرتبة، علشان يبقى شكلها متناسق وحلو زي ما أنتم شايفين. وحطيت كمان دهنة من السمنة و3 معالق من السمنة اتبقى معانا منهم زي ما أنتم شُفتوا كده. جيت بقى على نار متوسطة وقُمت مهدية النار بتاعتي خالص، وحطيت الطاسة بتاعتي وغطيتها بأي غطا محكم، كل جنب منها 5 دقايق. بُصّوا أنتم لو تلاحظوا إن هي ما شاء الله مرتفعة، بُصّوا بقى اللون القمر ده ما شاء الله، ما شاء الله اللهم بارك، كانت طعمها تحفة. هنسيب بقى اللون الجنب التاني ياخد لون، وبعد كده هنحضّر اللبن معانا. هي كوباية من اللبن على حسب ما بتحبي الفطيرة بتاعتِك طرية أو فيها سِكة قرمشة، ممكن من نُص كوباية لكوباية. حطيت فيهم معلقتين صغيرين من السكر البودر ودوّبتهم كويس جدًا، لحد بقى ما أشوف الفطيرة بتاعتي بُصّوا ما شاء الله أخدت لون كمان من الناحية التانية. هاجيب بقى الكوباية بتاعة اللبن بتاعتي هاحط فيها رشة من الفانيليا كده سايلة صغيرة، بتودّي طعمها وريحتها في حتة تانية خالص. بعد كده هانزّل على الفطيرة كوباية اللبن بتاعتي، هاسيبها تتشرّب تمامًا، هاغطّيها لمدة دقيقة، أسيبها تتشرّب وبعد كده آخُدها بقى على طبق التقديم وبألف هنا وشفا، وبكده تبقى جاهزة. حبّة بقى سُكّر بودر بعد ما تحطّيها في طبق التقديم بتاعِك وتقومي رشّة عليها سُكّر بودر وتقطّعيها اللي هي المستطيل المستطيلات كده زي ما كُنّا بنجيبوها من برّه بالضبط. كُنّا بنجيبوها من برّه متقطّعة مستطيل ومغرّقة كده سُكّر بودر زي ما أنتم شايفين. غرقوها سكر بودر. وطبعًا ما لناش دعوة بالدايت ده، إحنا مش بتوعه. وبعد كده كلوا بقى وبألف هنا وشفا. طعمها تحفة. تقريبًا ما أخدتش معانا ال10 دقايق اللي قُلت لكم عليهم كمان، يعني هتاخد أقل. ويعني مش عايزة أقول لكم وطبعًا اقتصادية. يعني أنتم شايفين بنُص لفة جلاش، يعني ممكن كمان ب4 ورقات جلاش ممكن تعملي الطاسة بتاعتِك دي أو الفطيرة بتاعتنا دي، ممكن تعملي في طاسة أقل أو طاسة أصغر. يعني اللي موجود عندِك اعملي بيه وفرّحي ولادِك بيه، وممكن كمان يعني بتبقى طالبة كده معاكِ بالليل في السهرة إن أنتِ تاكلي أي حاجة حلوة، ودي أسرع حاجة حلوة تقريبًا ممكن تاكليها. وبألف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيها، ولو طبقتوها ما تنسوش تقولوا لي رأيكم. ولو عوزتوا أي وصفة أنا تحت أمركم وعيوني ليكم.